قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدية رمزية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللقاء اللي حدث بينهم قبل يومين في البيت الأبيض. هذه الهدية كانت عبارة عن بيجر ذهبي رمزا للعملية التي قامت بها إسرائيل في تفجير أجهزة البيجرز في عناصر وأفراد حزب الله في لبنان في شهر 9 العام الماضي، وراح ضحية العشرات وجرح الآلاف في عملية عسكرية استخباراتية غريبة من نوعها باستخدام أجهزة بيجر تعتبر بدائية التكنولوجيا مقارنة مع الخلوي أو مع الهواتف الذكية الحالية. إذا الرئيس الوزراء الإسرائيلي يقدم هذه كتذكار رمزي لدونالد ترامب، الذي قال دونالد ترامب أنها كانت عملية رائعة يا بيبي. هذا ما قال له بالضبط، أنها عملية رائعة، عملية تفجير البيجرز، وهذه العملية الاستخباراتية التي لفتت أنظار الجميع إلى استخدام تكنولوجيا متطورة بزرع متفجرات داخل أجهزة البيجر بدائية التكنولوجيا، وقامت بالفعل بتفجيرها بطريقة غريبة، وصلت للكثير من أعضاء حزب الله، وأدت في النهاية إلى إضعاف مقدرة حزب الله طبعا البشرية وأضعافها عسكريا في لبنان.